أهلا أهلا، يا صباح الخير عليكم ويا صباح الفل، يا صباح الرضا والبركة والتفاؤل، يا صباح مليء بالطاقة الإيجابية والهنا والسعادة. يا رب يكبر بخواطركم ويرزقكم من نعيم الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. طبعا هنا زي ما انتوا شفتوا هنا كنت جايبة كمية حلوة كده من الطماطم عشان افرزها. عشان خاطر بقى خلاص بقى نفرز بقى الطماطم، عشان هي دلوقتي رخيصة اصلا في السوق، يعني هي دلوقتي ب8 جنيه في السوق. فهي بلاش يعني دلوقتي نجيب الحاجة دلوقتي ونفرزها. الست الشاطرة هي اللي بتعمل كده بصراحة، اللي هي بتشوف اي حاجة رخيصة فتقوم جايباها وتفرزها وتحطها في الفريزر عشان وقت ما تحتاجها تلاقيها قدامها، بدل ما تجيبها بسعر اغلى والكلام دوت ليه وعلى ايه يعني. الطماطم دلوقتي مالية السوق رخيصة، فنجيبي وتفرزيها بالشكل اللي احنا بنعمله ده احسن لك كتير قوي والله. على الاقل وقت لما تبقى محتاجيه تطلعي على طول كده كيس وتقومي ايه عاملاها على طول على طبخة او عاملاها على مثلا محشي او عاملاها على اي حاجة، فانت هتريحك كتير قوي. هنا كنت محوشة عندي 6 كيلو، لان انا كنت اي حد بينزل الشارع مثلا نجيب 2 كيلو في 2 كيلو، في كيلو على قد ما يشيلوا، يعني انا اشيل انا هم يشيلوا مش عارفة ايه الكلام دوت. فانا حوشت 6 كيلو كده، قلت افرزهم بقى كده واحطهم في الفريزر عشان يريحونا بعد كده يعني. اللهم بارك، يعني بتديكي يعني كمية حلوة كده اهو، تحطيها في الفريزر تطلعي بقى في اي وقت. انا هنا حطيتها في الكبة بعد ما سلقتها طبعا، وطلعت منها شلت منها على قد ما اقدر المية اللي فيها، عشان المية دي بتبقى طعمها مش حلو يا بنات. طبعا الكبة عصرت لي كل الكمية كده ولك الحمد يا رب. بس فاتعصرت كلها، فانا بقى بجيب بقى مصفى كده اهوت، واقوم منزله كل اللي في الكبة دوت في قلب المصفى. فتقومي حاطه مثلا مصفى كده اهو على حله مثلا انت عايزه تعصري فيها، وتقلبي بقى باي معلقه كده اهو زي اللي انا بعملها دي، وتقومي منزله كل المعجون الطماطم لوحده، والبذر بقى دلوقتي انا كده مش عايزه البذر دوت، هرميه طبعا. انا عايزه بقى المعجون بتاع الطماطم ده، هو ده المعجون الطماطم، هو ده الصلصه اللي هعملها. بس فانا هحطها على النار بقى شويه كده اهوت، هقوم بقى نازله عليها بمعلقتين من الملح، وبعد كده معلقتين برضو من السكر. هنحط بقى معلقتين السكر مع الملح دول، برضو معلقتين الملح، بس هنحط المعلقتين برضو السكر. قدام عينيكوا كده، بص اهو حط السكر اهوت، وهتحط برضو معلقة تانية كمان من السكر، وهنقلب بقى كل ده في بعضه. عشان بقى هو ده بقى المعجون اللي انا عايزاه يطلع، والمستخلص اللي انا طلعته من البذر وجلد الطماطم. انا مش عايزه جلد الطماطم ولا عايزه البذر بتاع الطماطم، انا عايزه الصوص اللي هو المعجون ده، معجون الطماطم. هو ده اللي احنا بنجيب بيه صلصه من بره، وهنحط عليه بقى كميه حلوه من الزيت، بس او مثلا كوبايه، نص كوبايه كده من الزيت بس. وهنقلب بقى كله كده في بعضه. هي دي الصلصة اللي احنا بنشتريها من بره بالشيء الفلاني، يعني هنعملها احنا في بيوتنا بمنتهى الأريحية ودلوقتي رخيصة أصلا الطماطم، فاحنا هنستغل حاجة زي كده وهنفرزها ونحطها في الفريزر، هتريح علينا كتير قوي قوي قوي. يعني بعد كده مش هتبقى الموضوع متعب بالنسبة لنا خالص. حبيت افرز برضو البطاطس، فجبت بقى القطاعة الجميلة دي. القطاعة دي جميلة جدا جدا بجد، بتخلي البطاطس شكلها جميل جدا. انا اولادي بيحبوا الشكل البطاطس بالشكل دوت، يعني هم بيحبوا ان انا اعمل البطاطس بالشكل دوت. انا لما اعمل لهم بطاطس عاديه كده زي اي حد بيخرط بطاطس او كده، يقولوا لي لا انا عايزين الشكل ده يا ماما. الشكل ده بجد يعني شكله جميل قوي، عارفه عاملين زي عامل زي الزجزاج كدهوت، وعامل زي زي ما بيشتروا الشيبسي من بره والكلام دوت. فانا هنا كنت هسلقها، بس انا مش هسلق البطاطس. يعني انا بص انا مع غاليه ميه او كل حاجه، بس انا مش هسلقها. يا دوبك بس كده هو تقعد مثلا بتاع 3 دقايق كده هوت في الميه السخنه. بس تكون بس الميه اتغلت، فانا نزلت البطاطس كده هوت وشويه كده هوت اقلبها كده هوت، وخلاص انا مش عايزاها تستلق بمعنى تستلق، يكون جنبي ميه ساقعه. بصوا انا لما خرجت البطاطس السخنه حطيتها على ميه ساقعه، بصوا عملت بخار ازاي. بس فانا انا عايزه كله بقى يطلع بالشكل دوت كده اهوت. اخرجه من البطاطس من السخونيه، اقوم حطاها في
ايه في الميه الساقعه. بس ده اللي انا عاوزاه. وبعد كده ايه هوريك، وبعد كده افضل اعمل الكميه بقى كلها كده. انا هنا كنت صاحيه بدري، الساعه 6 وشويه كده اهوت، عشان كنت بصحي بنتي تروح الامتحان كده اهوت. ربنا ينجحهم كلهم يا رب العالمين. انا وانتوا يا رب العالمين، وعيالنا كلنا يا رب العالمين، يفرحنا بيهم يا رب. انا هنا زي ما انتوا شايفين، انا كنت منزله البطاطس على ايه زيت سخن جدا. بس انا مش عايزه البطاطس تستوي ولا تحمر ولا اي حاجه خالص. انا عايزه بس تشمع البطاطس، يعني ايه برضو في حدود كده 4 دقايق ولا حاجه. طلعتها. بس انا مش عايزاها تحمر خالص، او انا مش عايزه اسويها. انا عايزه اسويها نص سوا زي ما بيقولوا. هو ده سر البطاطس فارم فريتس اللي احنا بنشتريها من بره بالمبلغ كده وقدره. احنا هنعمل كل حاجه في بيتنا وقدام عينينا كده اهوت. ونريح نفسينا كده اهوت من اي حاجه بقى كده اهوت، نطلع على طول نقلي. سواء بقى في رمضان، سواء في اي وقت كده اهوت انتوا محتاجين تطلعوا. كانها بطاطس فارم فريتس بالظبط اللي انتوا بتجيبوها من بره. وكمان بص بشكل حلو قوي، بشكل الزجزاج. هيعجبكم قوي والله العظيم، هيعجب ولادكم اصلا. بس فبنحطه بقى على مرق مناديل كده اهوت، عشان برضو الزيت اللي فيه دوت. نصفيه خالص من الزيت دوت. بس فانا حطيت مناديل من فوق طبعا ومن تحت، عشان خاطر ايه يصفى كله الزيت اللي فيها دي. بس فانا كنت عامله بقى كميه كده حلوه، عشان عايزه احطهم بقى في اكياس كده هم ايه، واحطهم ايه في الفريزر. بس هتريحنا كتير قوي والله، يعني المفروض تعملوا الحاجات دي جميله جدا جدا، او ممكن تتعبي شويه صغيرين، ولو ان والله ما في تعب ولا اي حاجه ان شاء الله، يعني كل حاجه بتمشي كده وحلوه. بس يعني هتقفي شوية كده اهو تعملي كل الحاجات ديت. بس هتيجي بقى في وقت انت تبقى عايزة تعملي اكل، او عايزة تعملي في وقت مثلا بسرعة بسرعة، مثلا مش لاقي حاجة تعمليها، تقوم مطلعة البطاطس على طول كده وتقوم محمراه جنب الاكل ولا اي حاجة يعني. بس الكمية دي عملت لي 7 اكياس من البطاطس و7 اكياس من الطماطم، وانا كنت مفرزة بطماطم قبل كده. بس انا هنا بقى يا جماعه، انا كنت جايبه هعمل لكم بقى ريفيو. انا كنت اول مره اشتري العجان دوت. حبيت اشارككم فرحتي يعني وانا جبت العجان دوت، لان انا كانت جارتي بتقولي انت ليه مش بتجيبي العجان اللي بيريحك، بدل ما تعجني وتعملي تتعبي نفسك. العجان ده هيريحك كتير. هي اللي قالت لي على اسمه. حبيت ان انا اجيبه، يعني قلت بقى طالما كده هوت مش عشان ايديا بتبقى بصراحه بتتعبني، يعني هو من العجن بصراحه. خصوصا يعني لو كان كميات كبيره يعني من العجن. فهي بصراحة قالت لي تجيبي عجان كده اهوت يسهل عليكي العجن والكلام دوت. انا ما كنتش صراحة ناوية اجيبه، بس بصراحة لما لقيت الناس بتشكر فيه، وبعدين هو سعره مش غالي. حبيت ان انا ايه اجيبه كده اهو اركم عليه معايا. بس هو يعني حلو. انا ما كانش عندي مضرب البيت دوت. انا كمان برضو هو في مضرب البيت ده، انا برضو هيريحني كتير المضرب البيت. انا ببقى لو عايزه اعمل مثلا اي حاجه، مثلا كريم شانتيه او الكلام ده، اكيد ايدي كانت تتعب قوي. حبيت طبعا اشارككم فرحتي، عشان انتوا اخواتي طبعا وحبايبي. احنا طبعا عائله واحده، وربنا يخليكم ليا دايما يا رب، وما تحرمش منكم ابدا. هجربه دلوقتي لاول مره معاكم. شايفاه بصراحة حلو يعني. بصوا ليه قواعد كده اهو بتثبت برضو على المكان. يعني حلو. أول حاجة أجيبها في سنة 2025. ربنا يجعلها سنة فرج وفرح علينا يا رب العالمين. عام مليء بالتيسير والرزق، وسنة وفرة كده يا رب علينا يا رب، ويجعله عام مليء بالرضا والنعيم والعطاء والرحمة والمودة، اللهم آمين يا رب العالمين. ويرزقنا كل ما نتمنى يا رب العالمين، أنا وإنتم يا رب. وينجح أولادنا ويفرحنا بيهم ويبارك لنا فيهم، ويرزقنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين، أنا وإنتم يا رب. واللي وصل معايا لحد كده هوت بقى يعملي لايك كده هوت، ويعملي اشتراك جميل، لاني انا متاكده ان هفيدكم في كل فيديو انا بنزله، هفيدكم بيه. واي معلومه انا بعرفها او انا عايزه اقولها هقولها ليكوا طبعا، عشان انتوا اخواتي وحبايبي. قلت هنا برضو اغسل المواعين كده هوت، وعشان خاطر ايه بعد طبعا اليوم اللي انا كنت بعمله والتفريزات اللي عملتها، طبعا الدنيا كتير قوي اتوسخت مني. يعني انا غسلت طبعا الحلل قبل ما افتح الكاميرا. بس فانا غسلت الحلل في الاول، وبعد كده فتحت سبت بقى الباقي كده هوت غسلته معاكم.
بس عشان بس ما نطولش عليكم الفيديو لان كان هيطول قوي طبعا بعد التفريزات والحاجات دي كلها اكيد بقى في بقى مواعين كتير بقى وحاجات زي كده. فالحمد لله بقى غسلت المواعين بقى كلها كده وشطبتها عشان اخش بقى على التنظيف بقى. طبعا ما طولتش عليكم الفيديو، انا الفيديو كان اصوله يعني حاجات تانية خالص. يعني كنت المفروض تنظيم وترتيب البيت والكلام دوت، بس انا النهارده عملت التفريزات وكده، فما طبعا هبقى اعملها لكم تاني مرة تانية يعني، عشان ما ينفعش يكون في تفريزات مع روتين يعني. او هنا كنت بغسل المفرش السيليكون. المفرش السيليكون ده حلو قوي يا بنات، والله جميل قوي يعني. ده المفرش السيليكون ده لما بتيجي يتحط على الرخامه تقومي حاطه بقى عليه اي حاجه سخنه، يعني ما بيأثرش على الرخامه السخونيه ولا بيسود الرخامه ولا اي حاجه. بيبقى ايه، بيبقى عازل الحراره يعني على الرخامه، بيبقى حلو قوي على فكره. انا كنت جايباه زمان من امازون، بس دلوقتي امازون طبعا انتوا عارفين ان هي ايه مقاطعه، فانا دلوقتي ما بقتش اجيب منها حاجه يعني. عارفين يا بنات لما تبقى ايديكوا اول باول كده في تصبين الحوض يعني بتاع المطبخ، هتلاقيه لامع وجميل جدا، مش هيبقى فيه، مش هيغمق منك ولا اي حاجه. النهارده كده هعمل اكل يعني كده، مش اكله جامده يعني، بس هي اكله انا كانت وحشاني قوي، انا بجد نفسي اكلها يعني. انا بحب الرنجه والفسيخ والحاجات دي، انا بحبها جدا. بس انا للاسف ما جبتش فسيخ يعني. انا ان شاء الله ربنا يسهل، ممكن الايام الجايه بقى مثلا ايه اجيب فسيخ واخلله. لكن انا جايبه رنجه بس المره دي، وطبعا انا اولادي مش بيحبوا الرنجه عشان اولادي صغيرين مش كبار قوي، فبيحبوش الرنجه. دايما بياكلوا ايه بقى، مثلا لو جبنا رنجه ممكن ياكلوا معاها، ممكن ياكلوا البطاطس، او انا اجيب لهم يعني معاها تونه يعني، عشان هم مش هواة الرنجه يعني. طبعا هم لسه صغيرين، طبعا انا مش هاكل عيل صغير برضو رنجه، او يعني بنتي برضو مش كبيرة قوي برضو مش هتاكل رنجة يعني. بس احنا بناكل احنا الرنجة. انا كنت بنشر الغسيل. إيه، انا طبعا كنت عاملة دورة غسيل كده من الصبح كده اهوت، فقلت ايه بقى انا انشرها. إيه، مشكلة ان الغسيل ما بينشفش بسرعة في الشتاء. الغسيل دايما تلاقيه في الشتاء ما بينشفش بسرعة، ما بينشفش قوام. لكن في الصيف بقى بينشف بسرعة يعني، لان الصيف دايما بيبقى الحرارة بتاعته عالية، لكن بتساعد على تنشيف الهدوم قوام يعني، لو مبلولة بتنشف قوام، لكن في الشتاء لا. الشتاء على المنشر ممكن تفضل الغسيل منشور 3 ايام، اقل حاجة 3 ايام عشان ينشف، ولو حاجة تقيلة كمان متنشفش بسرعة. هنا بقى كنت بحمر بطاطس كده بقى عشان خاطر اعملها مع الرنجة. إيه، بس كنت بابقى مقشرة بطاطس كده، والعيال ولادي بيقولوا لي ليه ما عملتهاش طرنشات يا ماما، ليه ما عملتهاش طرنشات؟ بس انا يعني انا ساعتها كنت يعني مستعجله بسرعه ربنا، ما عملتهاش طرنشات عشان كده. انا كنت من الصبح تعبانه جدا جدا، فما عملتهاش طرنشات، قلت اعملها اي كلام وخلاص، مش قادره يعني اعمل حاجه. بس هنا جبت بعد كده بصلتين او 3 بصلات كده صغيرين، إيه خرطتهم كده وهحط عليهم بقى إيه خل، علشان خاطر برضو ايه ناكلها مع الرنجة. بس إيه، وممكن بقى ممكن شوية فلفل الكلام ده. سمعت صوت القرمشة؟ القرمشة بجد صوتها رهيب، تاكل اللي هو صباعك كده منه، بيبقى بجد بتبقى تحفة. انا بحب صوت القرمشة البطاطس كده، يعني البطاطس تحمير تحمير يعني. انا بحب البطاطس دي. بس هنا كنت بشوي الرنجة، انا عارفة ان كده البوتاجاز كده هيبوظ، بس اعمل ايه بصراحة ربنا، نفسي اكل رنجة وتكون سخنة يعني. انا مبحبش اكل الرنجة ساقعة، ولا تكون مثلا ايه سخنة قوي يعني. انا بحبها تكون سخنة جامد، احس ان ايه ان اللحم بتاعها سخن. قطعت ليمونة كده جنب الاكل، والهنا والشفا اللي كل، وربنا يحسن ما بين ايدينا.